السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان كريم. صحة شريبتكم وإن شاء الله ربي يتقبل الطاعات والقربات. طبعا للوفاء والذكرى وكلمة حق لمن يستحق. في أول أيام رمضان الحقيقة ما لقيتش خير من شيخنا الجليل ابن حلق الواد وربما أب حلق الواد لعقود طويلة، الشيخ عبد القادر السيداني الله يرحمه، إمام جامع عمر بن الخطاب، اللي ودعنا من تقريبا 8 سنوات. الشيخ عبد القادر تقريبا الحلق الواد الكل تعرفه، كان عنده إشعاع كبير على مستوى تحفيظ القرآن وإمامة الجامعة لأكثر من 4 عقود. أنا شخصيا أتذكره حتى قبل ما يتبنى جامع عمر بن الخطاب في حلق الواد، لما كان ثم مسجد صغير في ناحية 2 مارس. وكان ثم يعني جامع آخر في مدخل حلق الواد هو جامع سيدي الشريف، ولكن كانت أبرز منارة في مدخل حلق الواد هي منارة الكنيسة. في أواسط السبعينات تم بناء الجامع هذايا، وأنا كنت نتذكر يعني يوم التدشين متاعه. وكان الشيخ عبد القادر قبل ذلك يعمل في محل كنت نعرفه في سيسيليا في صقلية الصغرى، ولكن كان يعمل في الدكان هذايا، كنت نمشي له نلقاه ديما المصحف بين يديه وهو يراجع في القرآن من اللي كان صغير، وكان وقتها في فترة الشباب. فالشيخ عبد القادر إذا أم الجامع هذايا لحوالي 40 سنة تقريبا، يعني ممكن 76 77 إلى 2017، إلى آخر لحظات العمر متاعه. الشيخ عبد القادر كان ساهر على المسجد هذايا وعلى الجامع، وكانت الحقيقة كان قبلة للدروس للشيوخ. نذكر من بينهم الشيخ الناصر الباهي الله يرحمه طبعا، اللي كان إمام في جامع الكرم الشرقي. وأنا شخصيا كنت من الشباب اللي الشيخ عبد القادر حفظنا نصيب من القرآن وأعطانا فرصة باش نأمه ونحن شباب في أوائل الثمانينات، نأم الناس في بعض الركعات من صلاة التراويح. وكتب لي مرة أن صلى خلفي الشيخ الناصر الباهي، الله يرحمه ويغفر له طبعا، الشيخ اللي كان يجي أحيانا الجامعة عمر بن الخطاب قبل صلاة العشاء والتراويح، وكان يقدم موعظة. ونذكر في مرة من المرات كان حقيقة يدعو ويتبتل إلى الله ويستجير بالله على أساس أنه يقول له سبحانك يا ربي أنت يعني أرسلت سيدنا موسى إلى فرعون وقلت له هارون قول له قولا لينا، فنحن مؤمنين ومسلمين ما شأننا وما حالنا. وكان يبكي، نتذكر مليح كان يدعو في حالة من التأثر الشديد. طبعا الشيخ عبد القادر كان حقيقة حريص جدا على أنه يكون جامع عمر ديما في أحسن حلة، يستقبل الدروس كما قلت. كان ثم درس أسبوعي للشيخ عبد العزيز خاصة الله يرحمه، أعتقد كل يوم اثنين. وأيضا شيوخ عديدين مروا بالجامعة وأئمة أيضا على مستوى الجمعة، من بينهم الشيخ دعية معلمنا أيضا الله يرحمه، والشيخ كريدان والشيخ النيفر أيضا. وكانوا ثم بعض الدعاة اللي مروا بالجامعة هذا. وأهم شيء كان حقيقة الشيخ عبد القادر حارس عليه هو تحفيظ القرآن. كانت عنده كتاب وكانت عنده دروس يعني تحفيظ معناها وتعليم قواعد الحفظ. وأنا نذكر في بدايات تعلم القرآن في الجامعة هذايا كان يشجع فينا، ونذكر أعطانا حتى جوائز تشجيعية واحنا احنا صغار، وكان يحرص علينا باش نتابعه باش نحفظه باش نحترموا القواعد ونتعلموا الفصاحة. كانت عنده طريقته الخاصة اللي فيها الصرامة والجد والهزل والمرح. ثم بعد سنوات طويلة معناها أصبحنا أجوار، وكانت الحقيقة عنده علاقة صداقة متينة مع والدي الله يرحمه. كانوا يتقابلوا كانوا يجلسوا مع بعضهم لساعات طوال قرب جامع عمر، وكان بيتنا ومازال موجود إلى الآن ملاصق لجامع عمر بن الخطاب. والحقيقة ذكريات جميلة جدا مع الشيخ عبد القادر. ونتذكر 2010 لما كتب لي أني نذهب للحج، فمشيت له باش نسلم عليه وما لقيتوش، ولما رجع خذا رقمي واتصل بي وأنا كنت في الطائرة. وكان هو في السنوات هذيك كان الحقيقة قبلها كان يمشي سنويا تقريبا مع المرافقين والمطوفين، لكن ثم مدة الحقيقة ما كانش محظوظ، ما كانش يكون في الفريق هذايا. فكان حقيقة أحيانا نراه يجهش بالبكاء وهو يدعو الله. فلما اتصل بي الحقيقة كان متأثر جدا، وكان يعني في غبطة بالنسبة لي أنا يهني فيها بالحج، ولكن كانت عنده نوع من الإحساس لأنه هو كان مشتاق دائما أن يزور البقاع هذه. طبعا الشيخ عبد القادر كما قلت اللي رافقنا في سنوات مهمة جدا ونحن في نشاط كشباب، في نشاط ثقافي وأدبي
الإنشاد والأنشطة العلمية والمعرفية في الجامعة، وكان يحف بينا وكان يشجعنا. طبعا الصلاة والمحافظة عليها، وكان يحرص على أنه يكون ثم احترام لقواعد وآداب الصلاة وآداب المسجد. طبعا البداية كانت مع أستاذنا ومعلمنا الشيخ طاهر القلاوي اللي علمنا الصلاة، والشيخ عبد القادر الحقيقة صقل فينا الآداب، آداب العبادة خاصة، وكان الحقيقة مثال للرجل نجم نقول قريب من كل الفئات، يحبوه الناس الكل. وكما قلت التلمذ على يده عدد كبير جدا، عشرات إذا مش مئات من الأصوات. نذكر منهم الشيخ كمال اللي كان شاب تلميذ صغير، أنا بيدي قدمته في الإذاعة، ثم قدموه نجيب الخطاب، واعتقد حتى صالح شغام الله يرحمه، وقدم حتى في برنامج المنظار، جاء وصوروا في الجامعة الطفل الصغير هذا اللي في الناس وهو في العمر هذاك، والفضل لله. ثم الشيخ عبد القادر اللي زرع فيه الحقيقة مع الموهبة متاعه والملكة اللي عنده، محبة القرآن ومصاحبة كتاب الله. فكان كمال ما شاء الله عليه، وتربى على تلاوة القرآن، وكان حتى شبه ظاهرة في تلك الفترة، لأنه كان صغير جدا، لأول مرة تقريبا الناس تشوف فتاة تقريبا صبي يصلي الناس نافلة التراويح. كما قلت الشيخ عبد القادر عنده فضل كبير على أهالي حلق الواد خاصة، لأنه كان دائما الابتسامة، وكان قريب من الناس، وكان محب للخير. وطبعا صورته ما تغادرناش بالكل. الحاجة الجميلة جدا أنه خلى ناس حافظة للقرآن، إن شاء الله هذا يكون صدقة جارية ليه، وخلى أبنائه ما شاء الله عليهم، وخاصة للحسين اللي هو صديقنا، وهو أحيانا يؤم الناس ويذكرنا الحقيقة في والده. إن شاء الله ربي يطول عمره وربي يبارك له، كان عنده وهو عنده شبه كبير فعلا من والده. هذه فقط حبيناها تحية إلى روح رجل نحبه كثيرا. أنا شخصيا عنده بصمات باقية في حياتي وفي ذاكرتي وفي مسيرتي، وحتى آخر رمق، حتى اللحظات الأخيرة من حياته كنت نزوره في مرض الوفاة نتاعه، وكنت نلقاه تقريبا دائما في معنويات مرتفعة جدا، ونذكر بعضنا بالقرآن وبالإيمان نتاعه. هو يحفظ القرآن، وشخير من القرآن هو وسيلة طبعا لأنه يتقرب الإنسان لله في المحنة نتاعه. وأكيد قلت له أنا نتذكر اللي هي كلها طبعا فيها أجر، أمر المؤمن كله له خير بما في ذلك الضراء. رحم الله الشيخ عبد القادر السعيداني إمامنا أخونا الكبير، الرجل اللي عنده أيادي بيضاء على جل أهالي حلق الواد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان